يجب أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. من الأسباب فضيلة الدكتور التي توصي بها أهل الشام اليوم أن يأخذوا بها الأسباب الموجبة لتحقيق النصر الذي بات منا بإذن الله؟ سيدي، الآن الإنسان المؤمن إذا تنافس مع أخيه وإذا لم يتعاون معه بيكون عمل عمل أنا أسميه جريمة. ولا تنازعوا فتفشلوا. يعني الآن طرح أي قضية خلافية، طرح أي قضية خلافية يعد هذا الطرح جريمة بحق المؤمنين في هذا الوقت، في هذا الوقت بالذات، لأن الأمر في أثناء أكبر الرخاء ادخل في مناقشات، في تحليلات، ما في مانع. أما الآن هناك خطر داهم، هناك عدو متربص، هناك ضياع أمة. صدق ولا أبالغ ولعلي أخطئ. المسلمون في سوريا يدافعون عن المسلمين في العالم، الله أكبر، في العالم كله، الله أكبر. وهذه معركة مصيرية فاصلة. فإن لم نثبت في هذه الأيام والله في أمام المسلمين، إن لم يثبتوا والله مستقبل مظلم. قضية مصيرية، قضية حياة أو موت، قضية نكون أو لا نكون. الله. حياة أو موت، نكون أو لا نكون، عزة أو ذلة. فنحن أمام امتحان صعب. الذي أتمناه من أعماق أعماقي لا تطرح قضية خلافية إطلاقا. هذه الرسالة توجهها لكل سوري في الميدان اليوم. صدق. أعداء المسلمين يتعاونون تعاون مذهل، وبينهم 5% قواسم مشتركة، والمسلمون مع الأسف الشديد يتقاتلون وبينهم 95% قواسم مشتركة. هذا شيء مؤلم. أنا بقول الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. فأنا أدعو إلى إسقاط جميع الخلافيات، عدم طرح أي خلافية. ما يجمعنا 100 ضعف عما يفرقنا. وأعداء الأمة يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة، والمسلمون يتقاتلون وبينهم 95% قواسم مشتركة. شيء آخر، نرمز للحق بالشمس والباطل بالظلام. والكلمة الثانية دقيقة ومؤلمة. الذي يعمل في الظلام ينتصر على النائم في ضوء الشمس. الذي يعمل في الظلام، الظلام دامس، ينتصر على النائم في ضوء الشمس. لو كان معنا الحق هل نعمل به؟ لا. مكانة الإنسان ليس فيما يتوهم وليس فيما يتصور، فيما يعمل. أنا حينما أقيم الإنسان من عمله انتهى الأمر. لذلك نحن دائما في عنا تقييم موضوعي وتقويم انتمائي. وحينما تعتمد الأمة مقاييس انتمائية تنتهي عند الله وعند الناس. تنتهي، ما في مقياس انتمائي، مقياس موضوعي. فلا بد من أن نعتمد مقاييس موضوعية. الإنسان الجيد جيد، في قرابة ما في قرابة، من أمتي من طائفتي، ما في. الحق هو الفيصل الوحيد. الحق وحق. فلا بد من اعتماد مقاييس موضوعية لا مقاييس انتمائية. إذن الشرط الأول لتحقيق النصر الذي بات منا قريب الأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. أولا. ثم التوكل على الله وكأنها ليست بشيء. وهذا ما نراه فضيلة الدكتور على أيدي الأبطال، إن شاء الله أنهم يأخذون بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتركوها ويتوكلون على الله وكأنها ليست بشيء. هذا ما نراه حقيقة اليوم. يعني أنا الآن أتمنى من أعماق أعماقي أن تجمد أي قضية خلافية في أي موضوع. إذن النصيحة الثانية والشرط الثاني أن تجمد أي قضية خلافية. سيكون لدينا فسحة من الوقت بعد الانتصار لكي نجلس ونتحاور ونتناقش، والحوار يسع الجميع. أقول هذه المقولة: نتعاون فيما اتفقنا ونعذر بعضنا. أنا إلى تعديل بسيط. نتعاون فيما اتفقنا
وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا. نعم نعم، والدين النصيحة. نتعاون فيما اتفقنا. نعم. وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا. لكن قد تأتي فترة ما في داعي للنصيحة. نتعاون فيما بيننا، لأن كما قلت عدونا متيقظ. إذا دكتور، أولا عدونا قوي وغني وذكي. معلش، سامحني بالحقيقة المرة. إن لم نكن على مستوى معقول من القوة والغنى والذكاء لا ننتصر عليه. في قوانين بالأرض يا الله. فالتعاون أساسي، والتسامح أساسي، وعدم طرح أي قضية خلافية أساسي. وبعدين دائما وأبدا الإنسان حينما يرى من أخيه الإنسان تقرب تزول هذه الخلافيات. أنا متفائل. والله هناك قصص إيجابية قد تروى بعد الثورة، شيء لا يصدق. كأنه أذابت الفوارق. صار في تعاون. يعني أعرف مثلا بنا ما في خبز، 4 طوابق. أحد البيوت جاءته ربطة خبز واحدة، وزعها بين كل الطوابق. صار في تعاون. والله سوف نستمع إلى مئات ألوف القصص التي نرفع بها الرأس عاليا. اسمح لي أن أسمعك من نبض حملتنا. مؤاثرة ليس لها أيضا نظير، ولم نعرفها إلا ولم نقطفها إلا من ثمرات الثورة. سألت المنسق العام للحملة في الداخل محمد السعيد الأخ الحبيب والمكاتب الأخرى، حملتنا مستمرة بإذن الله إلى النصر وإلى ما بعد النصر، والعبء بعد النصر سيكون أكبر بإذن الله. ماذا قالوا لي؟ قالوا لن نقبل أن تكون حملتنا بعد هذا الأسبوع لدوما فقط، بل حملتنا ستنطلق لتغطي الغوط بأسرها. قلت لهم عجبا، كل ما يأتيكم من دعم لا يغطي عشر الحاجة التي أنتم بحاجة إليها. قال لا ينبغي لدوما أن تأكل وحرستها تجوع، ولا ينبغي لدوما أن تشبع وأيتام زملكة يعانون البرد أو يعانون الجوع أو يعانون قلة وجود مادة الطعام. فأعلنوها وأنا أعلنها اليوم بحضوركم أن لقاءنا القادم سيكون حملة الوفاء لأرض الشهداء الغوطة في اسطاط المسلمين، لكي يوزع كل ما يأتي من دعم لهذه الحملة على دوما وأخواتها، حرسها وزملكة وعربين وسقبة وعين ترمى وكفر بطنة والمليحة وغيرها من المدن الأخرى. مؤاثرة دكتور ما كنا نعرفها قبل هذه الثورة.